السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ايمان شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الاكله اللي زوينه بزاف هكذا كاقتراح للغداء او العشاء. صراحه هاد الاكله اللي كتعجب الكبير والصغير يعني، والمكونات ديالها كلهم كيكونوا متواجدين في البيت. فما نطولش عليكم بالنسبه لهاد الكغاطا اللي غادا نشارك معكم. يعني كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه هكذا لوليداتكم، حتى الوليدات اللي ما تيبغيوش لينا هكذا الخضره ولا. فيعني كاقتراح ديروا لهم هاد الطريقه، اكيد غادي يوليو يعجبوه، عفوا تعجبهم هكذا الخضره ياكلوها. فكما قلت لكم كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا في التعاليق لتحت ديال الفيديو. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المكونات. فهنا كما كتشوفوا بالنسبه للمكونات، انا عندي هنا واحد الفلفله خضراء قطعتها مربعات، كذلك فلفله حمراء، عندي واحد البصله حتى هي مقطعه مربعات، واحد 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، عندي هنا الشعريه الصينيه هذه ديال الرز اللي كتجي رائعه. يعني من الاحسن انكم تجربوا ديروا هاد الكغطان بهاد الشعريه. عندي كذلك واحد جوج الخيزوات او جوج ديال الجزرات محكوكين، جوج ديال هكذا القرعات حتى هما محكوكين، عندي جلبانه، عندي قزبر ومعدنوس اكيد، عندي هكا واحد جوج علب ديال الطون، الفرماج الاحمر والموتزاريل، كذلك عندي هنا كما كتشوفوا لا كريم فريش هذه ديال الطبخ ديال 200 مليلتر، جوج دانون او ياغورت مسوس. كذلك بالنسبه للعطريه عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم، عندي معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكركم، وكذلك معلقه صغيره ديال السكينجبير، اكيد الملح، الزيت، وعندي الصوجه وكذلك واحد البيضه. فهنا كيف ما كتشوفوا انا عندي هنا جوج الباكيات او جوج العلب ديال الشعريه الصينيه. بالنسبه لي انا غادا نضيف عليها، غنديرها في واحد الاناء، غنكب عليها الماء غليان وغنخليها ما بين واحد 6 حتى 7 ديال الدقائق. فهنا كما كتشوفوا هذيك البصيله والفلفله اللي عندي غادا نضيف ليهم واحد الكميه ديال الزيت. فبالنسبه للزيت هنا كيبقى لكم اختيار، ممكن تضيفوا هكذا بحالي انا، يعني ضفت غير الزيت العاديه اللي كنطيبوا به او زيت المائده. الا بغيتوا تضيفوا زيت الزيتون فممكن انكم تضيفوا، كيبقى لكم الاختيار. غنحط هاد المقله ديالي فوق النار، ومن بعد ما غتنزل ليا هاد المكونات غنضيف عليهم العطريه. فكما كتشوفوا هنا من بعد ما نزلت ليا هذوك او نزلوا ليا هذوك المكونات اللي يعني انا درت، فغادا نضيف لهم هنا التوابل اللي قلت لكم في الاول او اللي استعرضت معكم في البدايه ديال الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا يعني ضفت جميع هذوك التوابل، كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. فهنا من بعد ما دابوا لي او دبلوا لي عفوا هذوك المكونات غادا نضيف الجزر، كذلك غنضيف القرعه محكوكه. فبالنسبه هنا الخضر يعني ممكن تضيفوا اي حاجه متوجده عفوا متوفره عندكم، يعني ممكن انكم تضيفوها، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد غادا هكذا نبقى نحرك هاد المكونات حتى ينزلوا ليا مع بعضياتهم واكيد يطيبوا، ونتلاقاو من بعد في المرحله المقبله. فهنا كما كتشوفوا من بعد ما هذيك الشعريه الصينيه يعني كبيت عليها اولا ضفت ليها هذاك الماء وخليتها حتى واحد المده ما بين 6 حتى 7 ديال الدقائق، فسقطرتها مزيان من هذاك الماء وقطعتها هكذا يعني بالمقص باش ما تجيناش طويله، يعني ملي تتقطع كتجي مزيانه، تقدري تهزيها تقدري تحكمي فيها. فهنا بالنسبه للشعريه الصينيه غنضيف لها انا هذاك الخليط اللي وجدت معكم هكذا. فبالنسبه لهنا لهاد الكغاطان يعني ممكن انكم تضيفوا اي حاجه نتوما تفضلوها، ممكن انكم تضيفوا الفطر، ممكن تضيفوا اي حاجه. فغنضيف كذلك عندي هنا واحد الكميه ديال الجلبانه اللي مسلوقه،
كذلك الا ما كانتش متوفره عندكم جلبانه فممكن انكم تضيفوا يعني داك الحك او العلبه ديال الجلبانه اللي كتكون هكذا في المحلات. فكيبقى لكم الاختيار بالنسبه للاضافات. غنضيف كذلك واحد الكميه لا باس بها ديال القزبر والمعدنوس. غنضيف هنا صلصه الصوجا. غنضيف واحد الجوج المعالق كبار. فهنا انا ما انتبهتش ان ما بقاش عندي صراحه. فالمهم نتوما ضيفوا جوج المعالق كبار باش تعطيكم هذيك واحد البنه رائعه للكغاطا. صافي من بعد غادا نخلط هاد المكونات مزيان حتى هكذا ينسجموا ليا مع بعضياتهم كاملين. هذيك الخضيره مع هذيك الشعريه الصينيه مع اكيد هذا القزبر معدنوس. يعني كاع المكونات اللي ضفنا يعني ممكن خصنا نحركوهم مزيان او نخلطوهم مزيان باش ينسجموا لينا مع بعضياتهم. فانا كما كتشوفوا من بعد ما خلطت هذوك المكونات مزيان غادي نضيف لهم واحد جوج العلب ديال الطون هادو ديال الزيت. فالا ما عندكمش ممكن هكذا تعوضوهم بديال المطيشه. غنفتشهم هكذا شويه. فبالنسبه لي انا كما قلت لكم هنا ضفت جوج العلب. نتوما الا كان عندكم اكثر ممكن تضيفوا. صافي هنا من بعد ما خلطت المكونات مع بعضياتهم. انا هنا جبت هاد المول هذا اللي هكذا طويل. نتوما اي مول كتفضلوا كيف ما دائما تنقول لكم يعني ممكن تستعملوه على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. هكذا غادا ندهن هذاك المول بواحد شويه ديال زيت الزيتون. انا هنا المول يعني آه، دهنته بزيت الزيتون. صافي وغادا نكب فيه هذاك الخليط. المهم نتوما هكذا تضيفوا هذاك الخليط ونتوما تقادوا ليه تقادوا ليه السطح ديالو باش يجي يعني مساوي. ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله. فانا غادا نبقى هكذا كنستمر حتى نقاد هاد الحشوه اللي عندي كامله في المول. يعني غادا نضيفها كلها. هنا غادا ندوز للمرحله الثانيه او لا الطبقه الثانيه اللي بغيتو تسميوها ولا لاباغاي اي حاجه بغيتو تسميوها ممكن انكم تسميوها. فغناخد هكذا جوج العلب ديال ياغورت طبيعي بلا سكر. غير فقط للاشاره بالنسبه للاخوات اللي هكذا ما كيتوفرش عندهم هكذا الياغورت الطبيعي ولا كريم فريش او القشده الطريه. فممكن تعوضوها هذا بصلصه البيشاميل. يعني لكم الاختيار. غير هي بهاد المكونات اللي انا درت معكم في هذا الكغاتان كيجي رائع بزاف كيجي لذيذ وكيجي بنين صدقوني. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه. فغنضيف لهم هذيك هكذا العلبه ديال لا كريم فريش. هكذا واحد 200 مليلتر. هاد الابواط راه معروفه يعني راه جميع الاخوات كيعرفوها. غنضيف كذلك بيضه كامله. ممكن تضيفوا جوج البيضات اللي بغيتو. كذلك غادي نضيف واحد هكذا واحد راس المعلقه او نص معلقه صغيره ديال الابزار وشويه ديال الملحه. ممكن تضيفوا حتى الجبن في هذا لاباراي مي حنا غادي نديروه في الفوق. فهاد الشيء علاش انا ما صراحه ما ضفتوش صافي وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات حتى هما حتى ينسجموا لينا مع بعضياتهم.
المهم خلطوهم مزيان هكذا باش ينسجموا لينا مع بعض البعض ديالهم. صافي هنا من بعد هذاك الكغاتان ديالي اولا هذيك الشعريه الصينيه والخضر غادي نضيف لهم واحد طبقه ديال الفرماج محكوك هكذا، هذا الصفر غير رشي واحد الكميه. ومن بعد غدا نضيف لهم هذا الخليط اللي صايبنا مع بعضياتنا اولا هذا لاباغاي. صافي هنا بالنسبه لهذا لاباغاي حاولوا هكذا تغطيو السطح ديال الكغاتان ديالكم او ديال هذوك الخضر ديالكم اللي نتوما مستعملين كامل، يعني حاولوا تغطيو كاع الفراغات اللي كيكونوا. صافي هنا من بعد غادا نضيف الجبن مبشور. فانا هنا عندي هذا الجبن الاصفر غنضيفو كطبقه اولى. نتوما الا عندكم فقط نوع واحد ممكن تضيفوه، الا كان ممكن الا عندكم اكثر من نوع فضيفوه، كيبقى لكم الاختيار. كذلك غنضيف واحد الكميه ديال الموتزاريلا. صافي من بعد غادا ندخل المول ديالي للفران ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه وغادي نتلاقاو من بعد. فهنا كما كتشوفوا من بعد ما دخلت المول ديالي الفران خدا معايا واحد 25 دقيقه تقريبا، يعني خليته حتى تكغاتينا مزيان من الفوق. صافي هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى انه هكذا ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم وليكم كذلك، علاش لا. وتردوا عليا في التعاليق اسفل الفيديو. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.